مثل بس انت وسيب السوق يحطك في المكان اللي هو عايز يحطك فيه. الجملة دي اللي قالها عادل إمام لماجد الكدواني بعد فيلمه جاي في السريع. ايوه، مين معايا؟ قال انا عادل امام. رحت قايم قاعد على السرير كده. عايز اقول لك كلمه خليها حلقه في ودنك. مثل بس وسيب السوق يحطك في المكان اللي هو عايز يحطك فيه. وطبعا بعد فشل الفيلم ده ماجد الكدواني كان محبط جدا. بالتوفيق. واحب اقول لك ان انت كسبتي معانا رحله نيليه لميدان لبنان. عادل إمام اتصل بماجد الكدواني وقال له الجملة دي، والجملة دي عادل إمام بيطبقها كمان في حياته. هو بيشتغل وما بيهموش أي حاجة، أهم حاجة الإنتاجية عنده. بس هل يا ترى بقى جملة عادل إمام دي أثرت في ماجد الكدواني ولا لأ؟ بصوا، اكيد طبعا الجمله دي اثرت على ماجد الكدواني، لان ده احنا شفناه بعد كده في اختيارات ماجد الكدواني الافلام. يعني مثلا لو رحنا كده الفيلم عزبة ادم، هنلاقي ماجد الكدواني في الفيلم ده هو بيقدم شخصيه ضابط. ولكن لو رحنا بقى الفيلم تاني خالص وهو فيلم لا تراجع ولا استسلام بتاع احمد مكي، هنلاقي ان ماجد الكدواني برضه في الفيلم ده بيقدم شخصيه ضابط. تعال بقى نروح لفيلم الجريمه مثلا، هنلاقي برضه ماجد الكدواني بيقدم نفس الدور وهو دور ضابط. وهنا هنلاحظ حاجه مهمه، هنلاحظ ان ماجد الكدواني ممكن يكون قدم شخصيه الضابط دي في 3 افلام، في كل فيلم بيقدمها بطريقه مختلفه عن الفيلم اللي قبله. يعني ما تقدرش تقعد كده وتقول ماجد الكدواني عمل شخصيه الضابط هنا زي شخصيه الضابط هنا. ودي بقى عبقرية الأداء التمثيلي لماجد الكدواني، اللي لو رحنا بقى الفيلم الفرح هنلاقي ماجد الكدواني في الفيلم ده بيقدم دور النبطشي. حرام ما يبقاش قلبك اسود كده. نسيني اللي عمله فيا ياما وانا سامحه. ماجد الكدواني برضو قدم الشخصية بمنتهى الروعة، وكان فعلا نبطشي بجد في الفيلم ده. تجسيده اصلا لشخصية النبطشي بكل تفاصيلها هو كان عاملها وكان جايبها بالظبط، لدرجة اللي انت يعني لو اتفرجت على الفيلم لأول مرة هتقول ده مش ممثل، ده شخصية حقيقية جدا. وهكذا برضو دوره في فيلم كباريه. يعني اعتقد ان الفرح وكباريه كانوا ثنائية كده اتعملت في فترة من الفترات، وتحسهم كده نفس المود الفيلمين. هي مش نفس الفكرة ولكن نفس المود. يعني ينفع كده يا عم معلم؟ ده انا كنت صاحب مكان، نص المحل ده كان بتاعي. ماشي انا غلطان وبتاع كارت واتدينت، يقوم يشتري نصيبي بملاليم كده ويرميني زي الكلب في الحمام. بنلاحظ بقى ان ماجد الكدواني في فيلم كباريه كان دوره مهم جدا، وماجد الكدواني في فيلم الفرح وفي فيلم كباريه قدر ان هو يتميز من بين نجوم كتير جدا موجودين في الفيلمين دول. الفيلمين دول كانوا لامين ممثلين كتير جدا. كون ان بقى ماجد الكدواني يقدر يتميز وسط كوكبة الممثل، ايه كوكبة دي، وسط الممثلين دول كلهم، اذا فماجد الكدواني ده ممثل جامد. خلينا نروح نبص كده على شخصية قدمها ماجد الكدواني في فيلم ساعة ونص. كانت شخصية برضو حلوة جدا وماجد الكدواني قدر يتميز فيها. ولو نلاحظ هنا بقى حاجة، فيلم الفرح وفيلم كباريه وفيلم ساعة ونص هم أفلام بعيدة كل البعد عن الكوميديا، ما فيهاش كوميديا خالص. مع ان ماجد الكدواني في بدايته كان تصنيفه تصنيف كوميدي، بس ماجد الكدواني في ال3 أفلام دول قدر ان هو يقدم دوره بمنتهى البراعة. طب لو رحنا بقى للأدوار الكوميدية اللي عملها ماجد الكدواني بعد فيلم جاي في السريع، هنلاقي ان ماجد الكدواني قدم دور كوميدي مميز جدا في فيلم الرهينة مع احمد عز. يعني كفايه ان انا اقول كلاوي جينيوس الشقة، خلاص كده انت هتعرف شخصية ماجد الكدواني في الفيلم ده. مين ده؟ ده كلاوي جنيس الشقة. الجينيوس. قوم يلا اعمل لنا شاي. سكرك قد ايه؟ ماجد الكدواني في الفيلم ده بقى يا سيدي ما كانش البطل الرئيسي في الفيلم، ولكن هو قدر يخطف الكاميرا في كل المشاهد اللي هو ظهر فيها. وهكذا برضو في الفيلمين اللي قدمهم مع احمد مكي. بالمناسبة ماجد الكدواني واحمد مكي هم ثنائي جامد جدا، ونتمنى يعني ان هم يتعاونوا مع بعض في حاجة. الفيلمين اللي قدمهم مع احمد مكي بقى قدم دورين مختلفين عن بعض جدا، والدورين كوميديين جدا. وهو فيلم طير انت، وكان طالع بشخصية العفريت طبعا. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، صدقني اكيد في يوم هتلاقي البني ادم اللي شبهك، اللي تشوفك من جوه مش من بره. وهكذا برضو في فيلم لا تراجع ولا استسلام، هو كان اضافة قوية جدا في الفيلم ده. بالمناسبة الفيلمين دول حققوا نجاح كبير جدا لما اتعرضوا في شباك التذاكر. ماجد الكدواني بقى عنده نضج فني عالي جدا، والنضج الفني ده جاله لما عرف ان البطولة المطلقة
هي مش مهمة. ممكن الدور اللي انت هتقدمه جنب البطل ده يكون دور مؤثر جدا وهو اللي يعلم عند الناس اكتر كمان، زي مثلا دوره في فيلم طلق صناعي. يعني لو هتلاحظ هنا ماجد الكدواني معاه كذا بطل في الفيلم ده، مش هو البطل الوحيد. يعني مثلا هتلاقي معاه حورية فرغلي، وهتلاقي معاه مصطفى خاطر وسيد رجب، ممثلين كتير جدا في الفيلم ده. طب اقسم بالله العظيم اللي هيفكر يهوب ناحيه السفاره يطلع تصاريح دفن لكل اللي هنا. ماجد الكدواني برضو قدر يقنع المشاهد بالدور اللي هو قدمه، ولما قدم مع كريم عبد العزيز فيلمين، فيلم نادي الرجال السري وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، برضو ماجد الكدواني هنا هنلاقيه مميز جدا في دوره، ودوره محوري جدا وهو بطل دور. والفيلمين دول كانوا حلوين جدا، ويمكن الفيلمين دول هم اللي رجعوا التعاون تاني ما بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني بعد تعاونهم زمان في فيلم حرامية في تايلاند وحرامية في KG 2، الفيلمين اللي حققوا نجاح جامد جدا واللي انا بحبهم جدا الفيلمين دول. يعني لو الفيلم ده بيتعرض قدامي في اي حتة لازم اتفرج عليه، اي فيلم منهم هما الاثنين. شريف هات لب حليب اي حاجه. لا الف مبروك يا بركه، سيادتك كسبت معانا 3000 جنيه. اللهم انا حسد سيادتك الوحيد اللي ما عندوش حاجه من اي حاجه. عد فلوسك. يعني انا شايف ان هما شوية نفس الفكرة، بس انا بحب الافلام دي. شوف بقى يا سيدي، بعد كل ده ماجد الكدواني راح جاي راجع وعامل مسلسل موضوع عائلي عشان المسلسل ده يكسر الدنيا، والمسلسل كان اوت اوف ذا سيزون، يعني ما اتعرضش في رمضان او في سيزون معين، مسلسل منصات. والمسلسل ده بيعتبر هو من افضل المسلسلات الكوميديه اللي اتقدمت في الفتره الاخيره. انت بتكلمها في ايه ده انت؟ انا ما كلمتهاش، هي اللي كلمتني. وانت اديتها نمرتك ازاي؟ ما اديتهاش نمرتي، انا رنت لها، هي اللي سجلتها. ما تشلنيش يا انا ما بشيلكش، انت اللي متعصب يا قد بترغي معاها في ايه؟ ومن هنا بقى ماجد الكدواني بيرجع تاني يقدم بطوله مطلقه. وهنا بقى ماجد الكدواني شاطر جدا وذكي جدا، لان بالرغم من نجاح موضوع عائلي ممكن نلاقيه في فيلم تاني مش من بطولته. يعني دايما هتلاقي ماجد الكدواني بيجري ورا الشخصية الحلوة، ايا كانت بقى الشخصية دي في مسلسل او فيلم من بطولة ماجد الكدواني او من بطولة اي ممثل تاني من نجوم الصف الاول. اهم حاجة بيركز عليها ماجد الكدواني في كل افلامه او مسلسلاته هي اختياره للشخصية اللي هو هيلعبها، وبياخد الشخصية ديت يخليها تعلم عند الناس، ويخليك انت وانت بتتفرج عليها تقول الراجل ده عبقري في التمثيل، وبيقنعك بأدائه في كل شخصية بيعملها. ومن وجهة نظري ماجد الكدواني بيعتبر من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية لحد دلوقتي. ليه؟ لأن ماجد الكدواني دايما بيركز إن هو يطلع حاجة كويسة، ودايما الأعمال بتاعته هتلاقي وراها قيمة فنية كويسة. وبكده أعزائي المشاهدين نكون اتكلمنا عن ماجد الكدواني اللي مش طبيعي في التمثيل ده، يعني تمثيله فعلا مش طبيعي. اكتب لنا تحت في الكومنتات بقى وقول لنا انت ايه اكتر حاجة بتحبها لماجد الكدواني سواء بقى مسلسل او فيلم. تمام، عايزين نتناقش في الكومنتات في الحتة دي. ما تنساش لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو ده تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان كل حلقة جديدة بتنزل هنا على القناة تجيلك اول باول. وسلام. انا لحد دلوقتي ما اعرفش اسمك بالكامل. يا راجل مارد الكدواني.